وادي النيل، وبيشتهروا أيضا بإبقائهم على صلة الود بأهلهم، عودة أكثرهم إلى قراهم مهما طالت غيبتهم. وفي أيام الحكم التركي كانت بلدة القلمون عاصمة للدخلة، كان بيقيم فيها الكاشف ومعاه بعض الجنود، وده لضمان جمع الضرائب استتاب الأمن. لكن العاصمة في الوقت الحالي موجودة في بلدة موت. حظيت الواحات الداخلة بنصيب غير قليل من مشروعات هيئة تعمير الصحاري، وبخاصة في مناطق القصر وآبار الميهوب غربي الواحة، بل إن تلك المشروعات امتدت لمنطقة أبو منقار، وهي بين الدخلة والفرافرة، حيث أتمت الهيئة حفر آبار عدة واستصلحت مساحات كبيرة من الأراضي وزرعتها. لسكان الواحات الداخلة شهرة واسعة بين أهل الواحات الأخرى بأنهم صناع مهرة، بخاصة في صناعة الفخار، البناء بالطوب والنجارة. أثبت الكثيرون من أبناء الواحدين سواء في مهاجرهم في وادي النيل أو في قراهم إن هم ليهم موهبة في الأعمال اليدوية والميكانيكية. نبدأ دلوقتي نحكي عن واحة الفرافرة، أقل واحات الصحراء الغربية سكانا، وهي بين الواحات البحرية والداخلة، وبيربط بينهما وبين تلك الواحتين وبين وادي النيل وبعض واحات ليبيا دروب للقوافل، ورد ذكرها في الوثائق المصرية القديمة من الأسرة العاشرة، يعني من القرن 21 قبل الميلاد، وكانت بتسمى تائحة أي أرض البقرة. ورد اسمها أيضا في وثائق أخرى من أيام الدولة الحديثة، لأنها كانت بين المناطق اللي بيستخرج منها المعدن، كما ذكرت أيضا في أخبار مهاجمة الليبيين لمصر من الغرب، وده لأنها واحدة من المواقع الاستراتيجية الهامة في الصحراء الغربية. لا يوجد بها إلا قرية واحدة، قصر الفرافرة، كان يوجد بها حصن بيرجع تاريخه لبضع مئات من السنين، تهدم وأصبح كومة من التراب منذ سنوات. فيها كمان بعض مقابر صخرية خالية من النقوش، بقايا معبد روماني عند عين بسي، وتوجد بها مقابر أخرى وبعض آثار قليلة على مقربة من قصر الفرافرة، وبعض الأماكن الأخرى لم يعثر فيها حتى الآن
على أي أثر من أيام الحضارة المصرية القديمة. بمنخفضها مساحات كبيرة من الأراضي صالحة للزراعة ظهرت بها آبار جديدة غزيرة المياه. نبدأ بقى نحكي عن واحد سيوة. دي من الأماكن المحببة لقلبي. تسمى كمان واحد آمون، أقرب الواحات الخمسة لحدود ليبيا، وكمان أقربها لشاطئ البحر الأبيض المتوسط. كانت تربطها عدة طرق صحراوية بالواحات البحرية: جغبوب، السلوم، الحمام، كرداسة، والفيوم. أهم طريق بينها وبين غيرها من البلاد كان وما زال حتى الآن الدرب اللي بينها وبين مدينة مرسى مطروح، طوله حوالي 302 كيلومتر. هو الطريق اللي كان يسلكه من يريد زيارة هذه الواحة في العصور القديمة من بلاد اليونان أو غيرها. هو الطريق اللي سلكه الإسكندر الأكبر لما ذهب إليها في زيارته الشهيرة عام 332 قبل الميلاد. وبيرجع تاريخ سيوة القديم لعصور أقدم بكتير من زيارة الإسكندر. كانت مركز لواحد من مراكز النبوءات الخاصة بالإله آمون، يعني الإله الرئيسي لطيبة ومصر كلها في الدولة الحديثة. واحتلت النبوءة دي مكانة كبيرة في بلاد اليونان، وده منذ القرن السابع قبل الميلاد. أقدم أثر قائم في الواحة معبد الإله آمون المشيد بالحجر فوق صخرة آغورمي، إذ إنه من أيام آمازيس من ملوك الأسرة 26. هو المعبد اللي زاره الإسكندر، وقف في هيكله يستمع لرد الإله آمون على أسئلته. الزيارة دي تركت أثرا كبيرا في نفس الإسكندر حتى يوم وفاته. المعبد ده ما هوش الأثر الهام الوحيد في الواحة، في أجزاء من معبد آخر لآمون عند سفح صخرة آغورمي، وهو من عهد الملك نختبنو من الأسرة 30. يوجد أيضا في الواحة وعلى مقربة من منازل بلدة سيوة تل مخروطي الشكل تقريبا بيسمونه جبل الموتى أو قارة المصيرين أو المصبرين. قطعت المقابر في جوانبه وفي سفحه، وبينها مقابر فيها كتابات ورسوم ملونة. أشهرها مقبرة سي آمون، وهي أهم مقبرة قديمة في الصحراء الغربية كلها. على جدرانها مناظر بتمثل صاحبها وزوجته وابنيه، وهم يقدمون القرابين للآلهة أو بعض مناظر الطقوس الدينية.